الجزائر اللي من أول يوم قررت إن هي تدعم إيران في حربها اللي عملاها على اللي إسرائيل عاملاها على إيران، قررت من أول يوم إنها تدعمها. الجزائر بتشوف إسرائيل رايحة فين وبتروح الناحية التانية على طول. فأنت متخيل إن إسرائيل تقدر على الجزائر؟ أنا مش هقول لك الحكومة ولا هقول لك الجيش الجزائري ولا هقول لك الاستخبارات الجزائرية اللي بتوصف بأنها من أقوى أجهزة المخابرات في العالم. الشعب الجزائري والله ياكلكوا بسنانهم، ياكلكوا بسنانهم. البلد اللي دفعت ملايين من أهلها في حربها، في حرب الاستقلال وفي العشرية السوداء وفي غيره، تيجي تقول الدور الجاي على الجزائر؟ طبعا دي أحلام. أنا بس الغريب بالنسبة لي إن نائر المصري ده أستاذ في الجامعة، يعني مش واحد جاهل ولا متخلف، مش دندراوي الهواري مثلا، لا ده واحد عنده موقف، واحد المفروض إنه بينور عقول. إزاي تكون هي دي طريقة كتاباته أو هي دي البوستات اللي بيكتبها؟ إلا لو حساب وهمي بصراحة يعني. لكن أشك إن ممكن يكون في أستاذ جامعة ويكون بيفكر بالطريقة دي أو متخيل إن إسرائيل تقدر على الأوهام اللي هو كاتبها عنده. الجزائر اللي من أول يوم قررت إن هي تدعم إيران في حربها اللي عملاها على اللي إسرائيل عاملاها على إيران، قررت من أول يوم إنها تدعمها. الجزائر بتشوف إسرائيل رايحة فين وبتروح الناحية التانية على طول. فأنت متخيل إن إسرائيل تقدر على الجزائر؟ أنا مش هقول لك الحكومة ولا هقول لك الجيش الجزائري ولا هقول لك الاستخبارات الجزائرية اللي بتوصف بأنها من أقوى أجهزة المخابرات في العالم. الشعب الجزائري والله ياكلكوا بسنانهم، ياكلكوا بسنانهم. البلد اللي دفعت ملايين من أهلها في حربها، في حرب الاستقلال وفي العشرية السوداء وفي غيره، تيجي تقول الدور الجاي على الجزائر؟ طبعا دي أحلام. أنا بس الغريب بالنسبة لي إن نائر المصري ده أستاذ في الجامعة، يعني مش واحد جاهل ولا متخلف، مش دندراوي الهواري مثلا، لا ده واحد عنده موقف، واحد المفروض إنه بينور عقول. إزاي تكون هي دي طريقة كتاباته أو هي دي البوستات اللي بيكتبها؟ إلا لو حساب وهمي بصراحة يعني. لكن أشك إن ممكن يكون في أستاذ جامعة ويكون بيفكر بالطريقة دي أو متخيل إن إسرائيل تقدر على الأوهام اللي هو كاتبها عنده.